سليمان عيد ثم والده آلام حمد المرغني في إبريل الأسود. سيطرت حالة من الحزن داخل منزل الفنان حمد المرغني بعد تلقيه وجعا جديدا بوفاة والده مساء اليوم، ليعيد إلى الأذهان ذكرى مؤلمة عاشها بنفس الشهر من العام الماضي، حيث فقد وقتها خاله الفنان سليمان عيد في مشهد يبدو وكأن شهر إبريل يحمل له ألما مضاعفا لا ينتهي. خبر وفاة والد حمد المرغني لم يكن مجرد حدث عابر، بل جاء ليجدد جرحا لم يلتئم حتى الآن، بعدما ودع خاله سليمان عيد بنفس الشهر الذي فقد فيه والده اليوم، ليلقب ذلك الشهر بالنسبة لحمد المرغني بإبريل الأسود، لما يحمله من حزن وخسائر إنسانية متتالية. ودائما ما يعرف عن حمد المرغني بارتباطه القوي بأسرته، وهو ما جعل هاتين الصدمتين المتقاربتين زمنا تتركان أثرا نفسيا عليه. فحينما تلقى عزاء خاله سليمان عيد العام الماضي، ظهرت على وجهه معالم الحزن الكبير على رحيله، وبكى عليه أثناء تشييع جثمانه ليلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة. ونعى حمد المرغني خاله سليمان عيد بكلمات مؤثرة ليعبر بها عن الألم الذي يشعر به لرحيله، وكتب عبر فيسبوك: وداعا يا خال، كنت مثالي في كل شيء، وكنت أب مثالي، كنت زوج مثالي، كنت أخ مثالي، كنت صاحب مثالي، كنت فنان مثالي، كنت إنسان مثالي. وتابع: كنت بتسعى ليا في بداياتي أكثر مما كنت بسعى لنفسي، وكنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا، وكنت دايما بتقدم لي نصايح لآخر لحظة ما بينا. هفضل فخور طول عمري إن قريبك، كنت سهل في كل حاجة يا خال، إلا في فراقك كنت وستظل صعب أوي. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته. وكانت زوجة حمد المرغني الفنانة إسراء عبد الفتاح قد أعلنت خبر وفاة والد زوجها عبر حسابها على منصة انستجرام، قائلة: إن الله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. توفي رحمة الله تعالى حماية العزيز الحاج أحمد المرغني.